اللابتوب ده حرفيا موجه للي عايز اقصى حاجه في كل حاجه، سواء من ناحيه اداء، شاشه، خامات، تبريد، او حتى التصميم. اي حاجه نفسك فيها اللابتوب ده مقفل اللعبه فيها. احب اقدم لك وحش لينوفو الليجن برو 7 اي نسخه انتل. بالنسبه للتصميم، اللابتوب ده جاي بتصميم في منتهى الروعه والجمال حقيقي، مع لمسات الار جي بي الجميله والخامات كمان الممتازه جدا، وجوده بناء محترمه قوي وفخمه من الالومنيوم. وكمان الار جي بي هنا بيقدم تحفه حرفيا لا يمكن تغفل عنها، مع تصميم الاكزوست القوي اللي جاي من ورا اللي تخليك تحس انها بتاعه طياره كده، وكمان شريط الار جي بي اللي موجود قدام والكيبورد. اما بقى بالنسبه للهنجات بتاعه اللابتوب فهي كانت كويسه جدا وثابته وممتازه، مع فينش اسود جميل وشعار ليجن الار جي بي كمان بيدي شكل متوحش الحقيقه. اما بقى بالنسبه للبورتس فعندنا بيجي على اليمين 2 يو اس بي 3.2 جن 1 ومدخل 3.5 مللي كومبو بتاع المايك والسماعه في نفس الوقت، ومدخل اللان الار جي 45. اما بقى على الشمال ففي عندنا البورت بتاع الشاحن، وكمان بورت اتش دي ام اي 2.1، وكمان بورت ثاندر بولت 4، وكمان معانا يو اس بي سي بيدعم الباور ديليفري لحد 100 واط، وكمان عندنا يو اس بي 3.2 جن 2. فمن ناحيه التصميم والمداخل انت مش ناقصك اي حاجه هنا، اللابتوب مديك كل حاجه انت ممكن تحلم بيها بعدد كبير. اما بقى بالنسبه لاهم حاجه في اللابتوب ده وهي الاداء، احنا هنا مقفلين اللعبه حرفيا. بنتكلم عن معالج الالترا 9 275 اتش اكس اللي بيجي ب 24 كور و24 ثريد، رقم مهول طبعا، بماكس بوست لانويه الكفاءه بيوصل ل 5.4 جيجا هرتز مع 36 ميجا كاش. النسخه اللي معانا هنا كمان بتيجي ب 64 جيجا رام من نوع دي دي ار 5، عباره عن 2 في 32 بتردد يوصل لحد 6400 ميجا هرتز. الكلام ده كله بقى محطوط مع كارت شاشه وحش حرفيا، وهو الار تي اكس 5080 نسخه اللابتوب، مع 16 جيجا في رام من نوع جي دي دي ار 7 مع سحب طاقه بيوصل ل 165 واط. طبعا رقم يخوف، لكن الشاحن عندنا برضه بيجي بقوه 400 واط، وانت هنا تقريبا واخد الاداء الكامل بتاع كارت الشاشه، وده اللي هنشوفه مع بعضنا في اختبارات الاداء نفسها. فحرفيا الجهاز ده معمول للاداء الجبار صرف، لا نقاش على الكلام ده. الكلام ده طبعا اللي بينعكس معانا على اختبارات الاداء زي ما هنشوف دلوقتي. بالنسبه لاختبار مثلا زي سينا بنش 24 كان مطلع نتيجه على السنجل كور 132 نقطه، ومع اختبار المالتي كور طلع حوالي 2037 نقطه، ودي ارقام محترمه جدا. اما بقى مع اختبارات على بلندر اللي مثلا هيشتغل باللابتوب ده في شغل 3 دي او كده، كانت النتيجه مع اختبارات السي بي يو كالاتي. بالنسبه لاختبار مونستر قدر يدينا 217 نقطه، اما الجانك شوب قدر يدينا 145 نقطه، وبالنسبه لكلاس روم قدر يدينا 106 نقطه. ومع برضه اختبارات بلندر على كارت الشاشه برضه كانت النتائج مذهله الحقيقه. بالنسبه لاختبار مونستر قدر يدينا 3395 نقطه، بالنسبه لاختبار جانك شوب قدر يدينا 1892 نقطه، بالنسبه لاختبار كلاس روم قدر يدينا 1778 نقطه. ومع اختبارات زي مثلا فير مارك عشان نقدر نشوف اقصى تردد واقصى حراره للكارت والمعالج، فالمعالج تحت الضغط طبعا بيوصل لل 100 درجه وبيعديها، وكمان ممكن في كورات فيه بتوصل لل 105 درجه. فطبعا في الاول بيوصل لتردد 5.2 جيجا هرتز، بس طبعا بيعمل ثروتل بسبب الحراره وبيثبت في الاخر على حوالي 4.3 جيجا هرتز. والمعالج كمان في سبايكات فيه ممكن تسحب لحد ال 200 واط. اما بقى بالنسبه لكارت الشاشه فكان بيثبت عند اقصى درجه حراره ما بين 80 و82، ودي درجه حراره ممتازه جدا، وده يدل على نظام التبريد الاحترافي المحترم جدا اللي محطوط في اللابتوب ده، اللي هنتكلم عنه برضه بعدين. اما بقى الحاجه اللي انتم كلكم مستنيينها فبالنسبه لاختبارات الاداء في الالعاب، فعشان نبقى احنا متفقين من الاول كل الالعاب اللي اختبرتها كانت على اعلى اعدادات في كل حاجه، ومشغل الري تريسنج على الترا ايا كان الاعداد اللي موجود في اللعبه، فانا رفعته على اخره، وكمان كنت مشغل معاه تسجيل الشاشه زي ما انتم شايفين قدامكم. الفرق الوحيد ان انا قسمت الاختبار لثلاث مراحل بس، ان كل لعبه هنجربها الاول على الاداء الخام بتاعها، وبعدين هنجربها مع الدي ال اس اس بس، وبعدين هنجربها كمان مع الفريم جنريشن. والنتائج كانت معانا كالاتي: بالنسبه للعبه زي هورايزن فوربيدن ويست فعلى الاداء الخام كانت قادره تديني 80 فريم، ومع الدي ال اس اس ادتني 93 فريم، ومع الفريم جنريشن ادتني 135 فريم. انا برضو ما جربتش في الالعاب المالتي فريم جنريشن لان برضو دي حاجه مش موجوده في كل الالعاب، فانا كنت بحاول اخلي كل الالعاب تشتغل في نفس الحته. بالنسبه للعبه قويه وتقيله زي لعبه داينج لايت 2 فكانت على الاداء الخام قادره تديني 60 فريم، ومع الدي ال اس اس كانت قادره تديني 90 فريم، ومع الفريم جنريشن كانت قادره تديني 143 فريم. ومع لعبه زي شادو اوف ذا توم برايدر كانت قادره تديني في الاداء الخام 125 فريم، ومع الدي ال اس اس كانت قادره تديني 186 فريم، وما لقيتش فيها فريم جنريشن. ومع لعبه مليانه مشاكل كتير، ودي كانت بالنسبه لي اختبار مهم انا لازم اعمله، لعبه ماينز اي اللي لسه ما انتهتش وبتحتاج امكانيات كويسه وفيها باجز كتير ومشاكل كتير،
فده ممكن يعني الى حد ما اقدر اعرف منه اللابتوب ده بيلعب في انهي حته. فكانت على الاداء الخام قادره تديني 45 فريم، ومع الدي ال اس اس ادتني 70 فريم، ومع الفريم جنريشن ادتني 130 فريم. ودي كانت نتائج محترمه جدا على لعبه لسه فيها مشاكل تقنيه كتير. اما بقى مع لعبه سايبر بانك 2077 مدمره كروت الشاشه ومدمره الاجهزه ومدمره اللابتوبات حرفيا، فهي كانت قادره تديني على الاداء الخام 27 فريم، ومع الدي ال اس اس ادتني 50 فريم، والفريم جنريشن ادتني تقريبا حوالي 60 فريم. طبعا هتقول لي الارقام دي قليله، هقول لك ثواني، انت لسه ما تعرفش دقه الشاشه اللي احنا شغالين عليها كام، وكمان انا مشغل الري تريسنج على الترا ومشغل كل حاجه على اقصى ما يمكن. فدي نتائج محترمه جدا بالنسبه للعبه زي سايبر بانك. اما بقى مع لعبه زي سبايدر مان 2 فكانت على الاداء الخام قادره تديني 80 فريم، ومع الدي ال اس اس ادتني 95 فريم، ومع الفريم جنريشن ادتني ما يقارب ال 150 فريم. فبالنسبه للاداء طبعا انتوا شايفين ما شاء الله النتائج والارقام عامله ازاي، ارقام محترمه جدا ونتائج محترمه جدا 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 لا نقاش عليها. اللابتوب ده يا جماعه ايا كان اللي بتحلم بيه فهو هيحققه لك، ولكن الاداء ده برضه هياخدنا لنقطه مهمه جدا اللي هتخدم عليه ايه الحاجه اللي هتطلع لي الاداء ده كله كحاجه فيجوال او كحاجه مرئيه قدام عيني. هي طبعا الشاشه هنا يا جماعه جباره، بتيجي بحجم 16 انش من نوع اوليد. افتح بقى قوس يا باشا، وجوه اوليد دي بقى حط كل اللي انت نفسك فيه بدقه 2650 في 1600، يعني تقريبا لو سميناها بالبارد زي ما احنا بنقول احنا بنتكلم في 2.5K، يعني تقريبا داخلين على 3K، فوق ال 2K بشويه، فوق ال 1440p بشويه. الدقه دي مع الاوليد بتدي تجربه لا يمكن تتنسي. اجمل شاشه لابتوب مسكتها في حياتي، اجمل شاشه مسكتها في حياتي عموما، لابتوب او موبايل حتى. طبعا الكلام ده بيجي مع ابعاد 16 ل 10 بتردد 240 هرتز بزمن استجابه 0.5 ملي ثانيه، مع كمان دي سي اي بي 3 100%، واضاءه بتوصل ل 500 نتس، وطبعا مع دعم للجي سينك. شاشه ممتعه جدا لابعد الحدود. يمكن رد فعل لا ارادي خرج مني لما كنت بتفرج على فيديو من فيديوهاتي على قناتي، قلت انا اول مره اعرف ان فيديوهاتي نظيفه بالشكل ده. فهو واضح ان المشكله مش في فيديوهاتي، المشكله في الشاشه بتاعتي انا. والاوليد واخد التجربه في مكان تاني. الحقيقه الشاشه بسم الله ما شاء الله عليها ممتازه لاي حاجه في الدنيا، عايز تلعب، عايز صناعه محتوى، عايز تصميمات، عايز تتفرج على محتوى. تردد ال 240 هرتز حقيقي واخدها في مكان تاني خالص. الشاشه بسم الله ما شاء الله عليها اسطوريه جدا وممتازه، مفيش كلمه تتقال عليها. تدرج الالوان فيها خرافي. هي بس احيانا ممكن تلاقي عليها شويه انعكاسات لو انت مركب اضاءه وراك زي ما انا مثلا كنت بصور بيها او كده، بس عدا ذلك انت طبعا مش جايب اللابتوب ده عشان تفضل بتسجل بيه طول الوقت او ضارب فيه كشاف كبير طول الوقت، فدي مش هتبقى مشكله تقابلك. عدا ذلك مفيش اي حاجه تتقال هنا تاني بالنسبه للشاشه. كل اللي انت محتاجه او ايا كانت احلامك من الشاشه دي هتحققها لك ان شاء الله. بالنسبه للتخزين فاحنا اتكلمنا قبل كده ان اللابتوب ده بيجي ب 64 جيجا رامات من نوع دي دي ار 5 بتردد 6400 هرتز. وبالنسبه للام دوت 2 عندنا النسخه اللي معايا دي جايه هنا بتخزين 2 تيرا بايت ام دوت 2 من الجيل الرابع، اللي كانت بتدي نتائج قرايه وكتابه محترمه جدا في متوسط 7000 ميجا للقراءه وحوالي 6200 ميجا للكتابه. وده ياخدنا للنقطه الحاسمه في اللابتوب ده، التبريد. مبدئيا التبريد هنا يا جماعه بسم الله ما شاء الله ممتاز لدرجه انتوا مش متخيلينها. انت مثلا لما بتبدل اوضاع الجهاز ما بين التيربو او الباور سيفر او النورمال، انا دايما في كل الاختبارات كنت مشغله على التربو. والجهاز كمان فيه 3 مراوح مع غرفه تبخير فيبر تشامبر بتقنيات جديده من لينوفو. لينوفو بتتكلم عنها كلام كتير انا قريته قبل ما اجرب اللابتوب، بس حقيقي انا لما جربت اللابتوب هنا نظام التبريد اللي فيه محترم قوي. انا لما بضغط على الجهاز لاخره ببرنامج مثلا زي فير مارك او مثلا سينا بنش او بلندر ايا كان انا بضغط عليه ازاي، مش هتكلم عن الالعاب لان ضغط الالعاب على الجهاز ما كانش زي البرامج دي. اولا اول ما بتشغل البرنامج ودرجه الحراره تبتدي تطلع، مثلا بالنسبه للبروسيسور توصل لل 100 او بالنسبه للكاشات توصل لل 70 كده او ال 60 65، بيبدا صوت المراوح يظهر. انت سامع المراوح شغاله، بس حرفيا انت لو بتتكلم مع واحد جنبك انت مش سامع حاجه. صوت المراوح هادي، انا سامعه عشان انا مستنيه ومركز معاه ومستني اعرف هو عامل ازاي. مش هقول لك بقى انت لو شغلت لعبه ولا شغلت محتوى ولا حاجه، انت حرفيا بس لو مركزتش شويه كده او سرحت مع الجهاز زي ما انا كنت بسرح معاه، انت هتنسى ان في مراوح شغاله، مش هتحس بيها. فما بالك بقى لو شغلت لعبه او اي نوع محتوى، انت خلاص شكرا مفيش مراوح على كده. فحقيقي نظام التبريد في اللابتوب ده ممتاز لابعد الحدود، وده كمان اثناء الضغط المكثف. اما بقى لو شغلت لعبه مثلا، فعايز اقول لك ان عارف انت اللي هو نظام التبريد مثلا ايه يا معلم اللي انت بتعمله ده، مثلا انت مشغل لي لعبه، لا يا معلم اديني حاجه تقيله، اديني مشروع 3 دي مثلا تقيل جدا. بالنسبه له حرفيا الالعاب دي يا جماعه وبيطرقع كده في صوابعه بس مش اكتر. نيجي بقى نتكلم شويه عن التاتش والكيبورد. بالنسبه للتاتش باد فهي من المرات القليله جدا اللي ما احتجتش اركب فيها ماوس لللابتوب، وحتى لما ركبته اشتغلت بيه شويه هو مش فارق كتير، شلته وكملت بالتاتش باد عادي، ودي حاجه انا نادرا ما بعملها. التاتش باد حجمها ممتاز جدا ومكانها مناسب، وكمان الجسترز بتاعتها كويسه جدا وشغاله وتجربتها كانت حرفيا حلوه. والكيبورد بقى كان جميل جدا في الكتابه، حتى لما جربت اكتب عليه نص
بس طويل شويه واستخدمه بشكل مكثف شويه. المسافات ما بين الحروف كانت كويسه، الكيبورد عندنا طبعا بيجي بالحجم الكامل، موجود عندك نمباد فيه. المسافات ما بين الزراير جميله جدا، الزراير طبعا مش ميكانيكال، هي كليكي حلوه كده لطيفه، ولكن تجربه الكيبورد ممتازه جدا للاعمال الطويله او للكتابات الطويله. اما بقى بالنسبه للبطاريه والشاحن، فطبعا مبدئيا بالنسبه للبطاريه لابتوبات الجيمنج معروفه البطاريات بتاعتها بتيجي عامله ازاي، مش محتاجين نتكلم عنها. كرقم البطاريه تيجي 99 وات اور، يعني على الاستخدام العادي بالكتير ما ادتنيش اكتر من تقريبا 4 ساعات شغل متواصل. اما بقى لو اتكلمنا عن الشحن الخرافي اللي بيجي مع اللابتوب ده، ال 400 واط اللي حرفيا بيقدر يشحن البطاريه دي في نص ساعه ل 70%، وكمان بيشحنها شحن فل في 80 دقيقه، ودي حاجه كويسه جدا. اللابتوب كمان عندنا بيجي بواي فاي 7 مع بلوتوث 5.4، يعني هو اللابتوب زي ما احنا قلنا في الاول خالص، اللابتوب حرفيا مقفل اللعبه في كل حاجه. الخلاصه اللابتوب ده ممتاز جدا لمستخدم تقيل عايز يقفل اللعبه في كل حاجه، اداء، شاشه، تصميم، حقيقي مش شايف اي حاجه ناقصه في اللابتوب. وكمان خلي بالك ان اللابتوب ده يا جماعه بيجي منه نسخه كمان اعلى ب RTX 5090، بس اللي معانا النهارده هي ال 5080. اما بقى بالنسبه للسعر، ففي مصر هنا اللابتوب ده سعره 190,000 جنيه ومن غير شتيمه في الكومنتات، بس اكيد اللابتوب ده يستاهل كل جنيه بيدفع فيه. مبسوط قوي ان انت كملت معايا الفيديو لحد هنا، ومستني طبعا رايك في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.